بديل الشيبسي وكمان مخبوز، طري ولا سامبايتس ولا دوريتوس. تقدروا تعملوه بأطعم مختلفة، طريقته سهلة جدا، وهقول لكم الطريقة اللي هتطلعوه بيها مقرمش وطعم قوي. طعمه جامد مقرمش قوي. ومن غير ما اطول معاكم في الكلام، هاتوا الكمية اللي تحبوها من البطاطس ويلا بينا نقطعها وننزلها في النار ونسلقها. بعد كده هناخدها وقدامنا حاجة من اتنين. اول حاجة حبيت ان انا اجربها هي ان انا احطها في الخلاط مع شوية مية خفيفة، ممكن تحطيها في الكبة. بعد كده سبتها شوية، خدت الصينية بتاعتي وحطيت فيها ورقة الزبدة، وما تنسيش تدهنيها، ممكن لو هتحطيها سبوتس كده تدهني مكان كل واحدة. وبعدين هنضغطها ونفردها. الطريقة التانية ودي اللي انا هعتمدها بصراحة لان هو كده بيطلع احلى، ان انا اهرسها بالهراسة وبعدين بالشوكة واحط سبوتس كده صغيرة. المرة دي انا حبيت ان انا استخدم مربع صغير من ورق الزبدة واضغطه بكوباية وافرده. بعدين بصراحة لقيت في صعوبة في ان انا اطلع كل سبوت كده لوحده. انا طلعتها وجربتها ودقتها معاكم وقلت لكم رأيي فيها، بس انا شفت ان الاحلى ان احنا نعملها كاملة كده على بعضها ونفرشها، بدل ما حتى نستنى كذا دور على الموضوع ده. ونعمل مربعات برضو او اي شكل مثلث او زي ما نحب، وبعدين بقى نطلعها مرة واحدة ونستمتع بيها على طول. جمال حلاوة بالله، القرمشة، الصوت، الرق، قرمش طري ولا سامبايتس ولا دوريتوس. مفيش حاجة من الكلام ده زي اللي بيتعمل في البيت، مفيش مقارنة. وكمان مش عايزه انسى اقول لكم على الخلطه السريه اللي بستخدمها مع حاجات كتير بتفرق وبتخليها تروح في حته تانية خالص، اني اضيف الملح والفلفل وما انساش بقى الكركم. ما اقولكمش بقى على فوائد الكركم ولا الكاري ولا البربكه، اوعدك لا انت ولا ولادك هتشتروا شيبسي تاني ولا دوريتوس. Can you hear the sound؟ سواء بقى هيتحط في اللانش بوكس او هتاكلوه في البيت، وكمان ممكن تاخدوا فشار بدال. طبعا انا قلتلك السر والخلطة السرية اللي هتحلي طعم اي حاجة، مش هتخليهم يحتاجوا تاني المواد الحافظة الحاجات اللي بقطعهم ملهاش اي لازمة. ده غير ان انت ممكن باضافات القطع اللي هما بيشتروها تعمليها لهم في البيت. اتمنى تجربوها وتعجبكم وتستغنوا خلاص بقى عن الشيبسي. ما تنسوش بقى المتابعة والاشتراك في القناة وتستمتعوا بالفيديوهات.